السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الخامس الابتدائي إن شاء الله هناخد مع بعض يونت 10 Let us visit Egypt. هيا بنا نزور مصر. إن شاء الله هنتناول الوحدة كلها بالليسونز اللي فيها، الدروس اللي فيها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة عندنا ليسون 1. الدرس الأول بيتكلم عن We love Alexandria. احنا بنحب الاسكندرية. تعالوا نشوف الكلمات المهمة اللي معانا. عندنا كلمة بانك يعني البنك، عندنا فاكتوري مصنع، مصنع، مونيمنت يعني أثر، مونيمنت. عندي كمان library مكتبة. عندي shopping mall اللي هو المول التجاري. عندي square ميدان. عندي كمان ستيشن محطة. كمان من الكلمات المهمة اللي معانا عندي روف جاردن حديقة السطح. عندي traditional تقليدي. ingredients مكونات. عندي culture ثقافة. طيب كمان معانا ميكس يعني خليط أو مزيج. traditions عادات. طيب تعالوا كمان نشوف الأفعال. عندي think يعتقد، بقت الماضي منها thought. عندي buy يشتري، الماضي منها bought. خدوا بالكم المقطع OUGHT هو في think الماضي منها، وفي buy الماضي منها، باختلاف أول حرف هنا كانت TH في think بقى TH وبعدين المقطع اللي احنا عارفينه. طب هنا باي بادئ بالبي يبقى أول حاجة البي وبعدين بقيت المقطع اللي هو ايه مشترك ما بين think و boat. طيب تعالوا كمان نشوف. عندي هنا on vacation في ايه، في عطلة أو أجازة، أخدت حرف الجر on vacation. طيب هنبدأ نتكلم مع بعض في الفقرة دي. بيتكلم عن why we love Alexandria. ليه احنا بنحب الاسكندرية؟ تعالوا نعرف مع بعض اللي مش عارف. Alexandria is a really exciting place to visit. هو مكان جميل جدا لزيارته. There is a lot to see and do here. هناك الكثير عشان تعمله وتشوفه هناك. It's a big city. هي مدينة كبيرة with lots of amazing restaurants. فيها كمان مطاعم مذهلة، stores محلات، markets كمان متاجر وأسواق and museums ومتاحف. There is even a beach. وكمان فيها الشاطئ. We asked some people who live there. سألنا بعض الناس اللي بتعيش هناك and tourists وكمان السياح what they think. ايه اللي هم بيعتقدوه عن الاسكندرية. طيب طبعا بيسألوا سياح وناس ساكنة أساسا مصريين ساكنين في الاسكندرية. فجينس هنا بتقول I am visiting Alexandria. هي سائحة، فبتقول انها بتزور الاسكندرية from Germany من ألمانيا. I think it's really cool. هي جميلة. Here I think there are some good museums. في متاحف جميلة but I haven't been to any yet. ما رحتش لسه لأي حاجة منها. I love just sitting in the roof garden. بس بحب اقعد في حديقة السطح of my hotel للفندق اللي هي فيه. drinking بتشرب sweet Egyptian mint النعناع mint tea الشاي النعناع الجميل المصري. and chatting to other people وبتحدث مع ناس آخرين. it's very relaxing. ده حاجة جميلة بتهدي الأعصاب. طيب كمان سألوا حنان اللي هي أساسا من الإسكندرية، بتقول I've lived in Alexandria all my life. عاشت في إسكندرية كل حياتها. I own a restaurant. هي بتمتلك مطعم here في الإسكندرية يعني. so I have to say عليها إنها تقول that you must visit my restaurant. أنت يجب أنت تزور مطعمي to try some of the local cuisine عشان تدوق بعض من الأطعمة المحلية أو المأكولات المحلية. طيب وصلنا لفين؟ we serve traditional Egyptian food using بيعملوا بيقدموا الطعام المصري التقليدي مستخدمين lovely fresh local ingredients. مستخدمين المكونات المحلية الطازجة. we have excellent سوبر ماركتس. عندهم سوبر ماركت يعني رائعة. but I prefer ولكنها بتفضل to buy my ingredients. بتحب تفضل تشتري المكونات الحاجات بتاعتها at the market in the old town في السوق اللي في المدينة القديمة.
طيب برضو رجعوا يسألوا كيرا and لينا، دول من أحد السياح. we are from a small town in England. هما من مدينة صغيرة قوي في إنجلاند. the stores aren't very good there. المحلات هناك مش كويسة قوي. that's what we love most about Alexandria. ده اللي أكتر حاجة بقى احنا بنحبها في الإسكندرية. the shopping malls، المحلات الشراء أو المولات الشراء. we spent ages walking around them. بيقعدوا مدة طويلة يتجولوا حولها. we like the people، بيحبوا الناس. they are so friendly، لأنهم ودودين جدا. طيب كريم بيقول I am Egyptian، أنا مصري. originally from Cairo، هو أصلا من القاهرة. I moved to Alexandria last year، انتقل للإسكندرية السنة الماضية. and I love it here، وبيحبها. I work in a bank، بيعمل في البنك. my favorite place is the beach، المكان المفضل عنده أو لديه هو الشاطئ. there isn't one in Cairo، مفيش شاطئ في القاهرة. it can get very hot here in summer، الجو حر جدا في الإسكندرية في الصيف. so it's great to go there and swim، من الحاجة الكويسة انك تروح على الشاطئ وتسبح. طيب تعالوا كمان نشوف السائح بيقول I am on vacation، هو في أجازة. here from برشلونة. I like Alexandria، بيحب الإسكندرية because it reminds me of home، بتفكروا بوطنه. a big، كبير. modern، حديث. modern city، يعني مدينة حديثة. near the sea، بالقرب من البحر. مش حديثة بمعنى انها مبنية قريب، حديثة يعني فيها تطور، فيها دايما مواكبة للعصر كده يعني. I love the mix of modern and old buildings، بيحب المزيج من المباني الحديثة والقديمة. also I like to find out about the culture، يحب يكتشف الثقافات والعادات. the library is amazing، والمكتبة بتكون مدهشة. طبعا معروفة مكتبة الإسكندرية. طيب ما زالوا بيسألوا برضو، فبيقولوا سارة هنا بتقول I'm going to visit my aunt and uncle، هتروح تزور عمها وعمتها. we are going by train، هيروحوا بالقطر. طيب my cousin is visiting us، ابن عمهم هيزورهم. and we are going to show him around، وهيوروه أو هيخلوه يزور المنطقة. he is never seen the pyramids، لأنه ما كانش شاف الأهرامات. طيب دينا بتقول we went on a school trip، راحوا في رحلة مدرسية to find out how cotton is turned into، ازاي ان القطن بيتحول ل clothes like t-shirts and dresses. القطن بيتحول لملابس زي التيشيرتات والفساتين. طيب هنا كمان يوسف بيقول I wanted to borrow some books، وهو كان عايز يستعير بعض الكتب. هنبدأ في الدرسين التاني والتالت. تعالوا نشوف بيتكلموا برضو عن كلمات مهمة زي كلمة science، علامات. عندي scenes، مشاهد. عندي events، أحداث. symbol، رمز. occasions، مناسبات. shelf، رف. feasts، أعياد. تعالوا كمان نشوف بقية الكلمات المهمة. عندي definitions، تعريفات. evidence، يعني دليل. طيب تعريفه ايه؟ facts، حقائق. that show something is true، بتورينا أشياء الصحيحة. طيب monument، الأثر. a building or statue، هو عبارة عن مبنى أو تمثال. طيب painting، اللي هو الرسمة، اللي هي a picture، صورة. طيب عندي كمان artifact، اللي هو التحف، اللي هي objects، أشياء like vases، زي الزهريات and boots، والأواني. made in the past، صنعت في الماضي. طيب tomb، اللي هي المقبرة. people were buried here when they died، لما بيدفنوا فيها لما بيموتوا. طيب hieroglyphs، اللي هي اللغة الهيروغليفية. a kind of writing، هي نوع من أنواع الكتابة. using pictures، بتستخدم صور and symbols، ورموز. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي let us find out، هنكتشف. تعالوا نشوف مع بعض هنكتشف ايه. بيقول how do we know so much about life in ancient Egypt، ازاي ممكن نعرف حاجات عن حياة المصريين القديمة. فبيرد هنا بيقول there is lots of evidence، هناك شواهد كتير that tells us، بتخبرنا about life، عن الحياة in ancient Egypt، في مصر القديمة. طيب يعني ايه شواهد اصلا؟ قال لي evidence دي يعني is facts، هي حقائق or science، وعلامات that show clearly، بتكون واضحة that something exists، ان في شيء كان موجود or is true، او حقيقي. طيب هنا we can learn about buildings، ممكن نتعلم عن البنى from ancient monuments، من
المباني أو الآثار القديمة. These are structures هي بناء that were built بنية to celebrate important people لاحتفال بالأشخاص المهمة. طيب paintings عندي بالنسبة للرسومات are on walls على الحوائط اهي or on papyrus أو على ورق البردي. they show scenes of daily life بيورونا مشاهد كده من الحياة اليومية such as farmers working عمل المزارعين in the field في الحقول في الحقول or special occasions أو مناسبات خاصة such as feasts and special events أو مناسبات خاصة زي الأعياد والأحداث المميزة. طيب artifacts اللي هي التحف are things هي أشياء from daily life من الحياة اليومية like vases and water carriers that tell us how people lived بتخبرنا أوعية المياه يعني بتخبرنا الناس عاشت ازاي. طيب hieroglyphs اللغة الهيروغليفية are ancient Egyptian writing هي لغة أو كتابة مصرية قديمة زي الصورة كده. symbols and pictures عبارة عن رموز وصور. from hieroglyphs we can get evidence ممكن ناخد شواهد أو شاهد about life عن الحياة in ancient Egypt في مصر القديمة. طيب بالنسبة بقى الفيروز الفرعون and other important people والناس المهمة were buried in beautiful tombs كانوا بيتم دفنهم في مقابر جميلة. these also had other things people thought اعتقاد آخر الناس كانوا بيعتقدوه they might need and information about their life إنهم كانوا ممكن يحتاجوا معلومات عن حياتهم عشان كده كانوا بيسيبوا لهم حاجات عن حياتهم عشان معتقدين ان هم لما هيرجعوا للبعث تاني هيبقوا عايزين ايه يعرفوا هم كانوا ايه وحياتهم ازاي. هنتكلم على حته مهمه قوي هي صيغه الامر. يعني ايه صيغه الامر بالظبط؟ اللي هو الفعل الامر اللي بنستخدمه في العربي لما نقول اشرب، افتح النافذه، اغلق الباب، افتح الكتاب، اغلق الكتاب، امسك قلمك، شاور، انطق، اكتب، وهكذا. هي بالظبط في الانجليش. يعني ايه؟ بقول الفعل على طول في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ ما فيهوش اس، ما فيهوش اي دي، ما فيهوش اي ان جي، كل الحاجات دي. to tell someone بتخبر to do شخص ما to do ان هو يفعل or not to do هناخد الاثبات منه والنفي. طيب قال لي الشكل بتاعه ايه؟ قال لي الفعل على طول. بقول ايه؟ pick up that trash please التقط هذه القمامة من فضلك. stand up كف. طيب ده طريقة الفعل الأمر. طب لما أجي أنفي هقول له don't eat يبقى بستخدم don't eat in the library please من فضلك ما تاكلش في المكتبة من فضلك. طيب عايزين كمان نعرف ازاي نسأل أو ندي ايه اتجاه. يعني نسأل عن الاتجاه وندي الإجابة عن الاتجاه. قال لي عندي 3 طرق اختاروا منها الأسهل واعرفوهم ال3 بس اختاروا واحدة منهم تحفظوها كويس. أول طريقة بيقول excuse me من فضلك how do I get to ازاي اقدر اوصل ويذكر اسم المكان اللي عايز يوصل له. طيب انا هاخد الأسئلة وبعدين ناخد طريقة الإجابة. طيب السؤال التاني where is the هو فين المكان ده بليز من فضلك. الطريقة التالتة is there واذكر اسم المكان near here هو في مثلا restaurant near here. طيب ايه الإجابة؟ هدي اتجاه. لا إما أقول له go straight مش على طول، لا إما أقول له cross the road أعبر الطريق، أو أقول له turn right أو turn left ودي أسهلهم هي وجو straight. لا إما أقول له turn right واسكت أو أقول له turn left واسكت. يعني أي حاجة من الحاجات السهلة دي. طيب تعالوا نبدأ مع بعض في lesson 4. lesson 4 عبارة عن قصة جميلة قوي اسمها عن جابي learns a lesson. إن جمل اسمه جابي اتعلم الدرس. تعالوا نتعلم معاه الدرس اللي هو أخده، بس في الأول ناخد الكلمات المهمة اللي هنقراها في القصة. villager يعني قروي، جربوع اللي هو الجربوع، إبس اللي هو طائر أبو منجل. طيب عندي كمان ساك اللي هو الشوال، رادلي بطريقة وقحة، stranger غريب، branches الفروع فروع الشجر، crowds الجماهير أو الزحمة، creature مخلوق كائن يعني من الكائنات. طيب give الماضي منها gave الاي اتحولت لايه، begin الاي اتحولت بقت began ايه. مع بعض نشوف حكاية الدرس اللي جابي اللي تعلمه. طبعا في قصة يبقى في beginning وmiddle وend.
أول حاجة the beginning بيقولي one day في يوم من الأيام a villager قروي wanted to sell his beans عايز يبيع الفول in the market في السوق but he couldn't ولكنه he couldn't walk far مش قادر يمشي مسافة بعيدة his camel جمله جابي جمله اسمه جابي قال له give me the sacks of beans I'll take them to the market for you اديني شوال الفول وانا هروح ابيعهولك في السوق. جابي walked along the road مشى طول الطريق he turned left حود شمال and then right وبعدين يمين and then left again وشمال مرة تانية. soon جابي didn't recognize the road فجأة جابي حس ان هو ما عادش عارف الطريق. ايه اللي حصل؟ لقى حد بيقول له are you lost وانت فقدت الطريق. مين اللي قال له كده؟ اللي هو ايه طائر ابو منجل اللي هو الإبس زي ما انتم شايفين في الصورة كده. جابي had never seen such a strange looking bird اصلوش شاف الطائر الغريب ده المنظر ده. no I am not lost لا انا ما فقدتش الطريق. جابي تظاهر ان هو ما فقدش الطريق. جابي didn't know that the Eves جابي ما كانش يعرف ان الطائر ابو منجل could fly يقدر يطير هاي في المكان مرتفع above the land فوق الارض and tell him the way ويخبره بالطريق. طيب جابي مشى تاني في الطريق. جابي saw a snake شاف ثعبان watching him بيراقبه from the branches من ايه على فروع الشجر of a tree. قال له ايه you look lost شكلك كده ضليت الطريق. قال له no I am not لا انا ما ضليتش الطريق. جابي again he wasn't telling the truth جابي للمرة التانية ما قالش الحقيقة. anyway even if جابي بيكلم بقى فبيقول anyway even if I was you can't help you haven't even got legs حتى لو انا كنت قلت اللي انا بضل الطريق انت مش هتعرف تساعدني انت ما عندكش رجلين. وقالها له بطريقة مش كويسة. جابي didn't know جابي ما كانش يعرف that the snack ان الثعبان went to the market ذهب للسوق every day بيذهب للسوق كل يوم to entertain the crowds عشان يعمل ايه عروض لتسلية الناس هناك. it began to get dark بدأت تظلم. جابي saw a little animal on the road شاف كده حيوان صغير كده في الطريق in front of him قدامه. What a funny looking creature. Look at those enormous ears. كان بيفكر مع نفسه وبيقول ايه الحيوان الغريب ده شوفوا ودانه عاملة ازاي. فالحيوان ده كان اسمه الجربوع اللي هو ايه جربوع يعني اللي هو جربوع. هيلو قال له كده يبقى الجربوع ده قال للجمل هيلو اهلا. Do you need any help انت عايز اي مساعدة؟ قال له no I don't لا مش عايز بطريقة ايه واقعة اسلوبه كانش حلو معاه. جابي didn't know that جابي ما كانش يعرف ان الجربوع could hear the sound يقدر يسمع صوت او اصوات of the market السوق traders التجار اللي في السوق ما ودنه كبيرة عشان بيعرف يسمع بيها. اما الجربوع قال له اوكي good night then ومشى. soon it was completely dark أصبحت مظلمة and جابي الليل يعني جه and جابي understood وجابي خلاص أدرك he needed the animals help اللي هو كان محتاج مساعدة الحيوانات. he knew he was foolish وأدرك إن هو كان أحمق and he was sorry وكان آسف جدا. he decided to go to sleep وقرر إن هو يذهب للنوم and to apologize ويعتذر and to ask for their help ويسأل لهم مساعدتهم the next day في اليوم التالي. تعالوا نشوف جزئية pronunciation جزئية نطق. بيقولي إن هنا the same sound الصوت نفس الصوت is sometimes spelled في بعض الأحيان بيتم إيه تهجئته in different ways بطرق مختلفة زي ايه go pet boy make. لاحظوا حاجة الاو هنا اتنطقت ايه كأنها فيها مد وبعدين يو go
show blue grow road. طيب عندي هنا paid كأني نطقت AI paid right time bike كأنها الاي هنا ما جاتش اي كأنها AI right. طب تعالوا نشوف هنا او واي اتنطقت ايه في كلمة بوي؟ اتنطقت كأني بعمل او وبعدين اي كأنها او اي باي توي كاين enjoy point. طيب عندي هنا اي اي كأن بتنطق اي اي هنا make play اك eight eight pick. طب تعال نشوف جزئية الماس. هنا بيقول an estimated answer isn't the actual answer. إجابة التقديرية الإجابة تقريبا هتبقى كده. ساعات مش احنا بنقول كده تقريبا يعني حوالي كده في الرينج ده. يبقى أنا لما أقول إجابة تقريبية أو تقديرية يبقى مش معناها إنها إجابة فعلية أو الإجابة بالظبط. it is a good guess. ده إيه؟ تخمين. ده بتبقى عبارة عن تخمين جيد. تعالوا نشوف هنا زي ما انتوا شايفين كده بيقول how much will 10 tomatoes 10 طماطمات 5 carrots و5 جزرات and 2 eggplants و2 من البرنجان please. قال له they will be around هيبقوا حوالي كده 80 Egyptian pounds 80 جنيه. هو قال له بالظبط؟ لا هو قال له تقريبا هتبقى حوالي كده. طيب قال لي هنا لما بنستخدم حاجة إجابة تقديرية بستخدم معاها بعض الكلمات زي ما هنا هو قال إيه they will be around. يبقى كلمة إيه it's around هي حوالي it's about it's near it's close to. نستخدم واحدة من الأربعة دول. وصلنا للدرسين الفايف and 6 الخامس والسادس. بيتكلم هنا عن this is one of the most exciting cities. هي واحدة من المدن الجميلة in the world في العالم. it often rains يعني غالبا كده بتمطر here هنا but it doesn't matter. ده مش مشكلة because there are lots of fun things to do. في أشياء كتير جميلة نعملها. you can go on a big red bus. ممكن تروح في الأتوبيس الأحمر الكبير اللي هو زي اللي في الصورة ده and visit amazing tourist attraction. وتزور الأماكن الجاذبة للسياح. you will see famous places. هتشوف أماكن مشهورة like باكنجهام بالاس قصر باكنجهام theaters المسارح and the British Museum والمتحف البريطاني. you can take a relaxing boat. تاخد بوت تريب اللي هي قارب يعني كرحلة اللي هي هادئة on the river Thames and go under the famous bridges. وتروح تحت الكوبري المشهور. all the walking around will make you hungry. كل التجولات دي هتخليك تشعر بجوع but don't worry ما تقلقش there are plenty of different restaurants. في كتير من المطاعم المختلفة to choose from عشان تختار منها. you can find delicious food. ممكن تجد طعام لذيذ from all over the world here من جميع أنحاء العالم هنا. هنتكلم برضو عن نيو العالمين الجديدة. بيقول there are many exciting things to do in new عالمين. في حاجات كتير جميلة ممكن تعملها في العالمين الجديدة. the city is on the beach هي على الشاطئ so you can visit the cool sea. تقدر تزور البحر when it's hot لما يبقى الجو حر. this beautiful beach is 14 kilometers long طوله 14 كيلومتر. there is also a large green lake في بحيرة كمان خضراء كبيرة right in the middle of the city. دي بتبقى موجودة في وسط المدينة. you can also visit the beautiful international park وتزور الحديقة الدولية if you wanted to learn about the fascinating history of the area. لو انت عايز تعرف
عن التاريخ الرائع لهذه المنطقة. then visit the archaeological center، وبعدها ممكن تزور المركز الأثري. there are some amazing treasures، في هناك كنوز جميلة. there هنا I can't wait to see you in new عالمين، مش قادر انتظر لمشاهدتك أو لرؤيتك في العالمين الجديدة. طيب آخر حاجة معانا في الوحدة دي بنتكلم عن our perfect town. in our perfect town، في المدينة الرائعة بتاعتنا there is a big zoo right next to the school، في حديقة حيوان بالجانب المدرسة. we can go there every afternoon، كل يوم بعد الظهر. after classes، بعد الحصص. we can help to feed the animals، بنساعد في يأكلوا الحيوانات. it is really hot in our town، الجو حر جدا في مدينتنا. so there is a water park، في ملاهي that is always open، دايما مفتوحة. it's free، مجانية to go in، عشان ندخلها. there is a wonderful market، في كمان سوق جميل that sells all kinds، بيبيع كل الحاجات الطعام اللذيذ like fresh bread، العيش الطازج and fresh fruit، والفاكهة and vegetables، والخضروات الطازجة. there is a big park، في حديقة ملاهي كبيرة with lots of trees، بأشجار كبيرة أو كتيرة. so we can go for family picnics، ممكن نروح في رحلة خلوية اللي هي قاعدين كده وفرشين على الجنينة وقاعدين in the shade، في الظل. this is our perfect town، وهذه هي مدينتنا الرائعة. كده خلصنا مع بعض الوحدة 10. دمتم في أمان الله.